السلام عليكم تلاميذ البكالوريا، مرحبا بكم في قناة الأستاذ محبوس. اليوم راني راح نقدم لكم مراجعة شاملة لدروس الفصل الثاني في الثورة الجزائرية. جميع الشعب. عندنا 4 دروس خاصة بشعبة أدب وفلسفة وتسيير واقتصاد، وعندنا 2 دروس للعلميين واللغات. هذا الفيديو يعتبر إنقاذ للتلاميذ اللي مازال ما بداوش كامل يقراو، والتلاميذ اللي قراو وبداو يقدروا يجوا كذلك يراجعوا معنا، لأنني راح ندير أهم النقاط. اليوم نديرو التاريخ، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو جغرافيا. يعني ما تنساش الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلك الفيديو الجاي ان شاء الله، ورايحين نخدموا على العلامه الكامله ان شاء الله. مراجعه للفصل الثاني، الثوره كامله في فيديو واحد. اهم المصطلحات 15 مصطلح. المصطلح التالي فيهم طاح 9 مرات، كاين مصطلحات طاحوا حتى 17 مره. واهم الخرائط. راح نبداو بالدروس ثم المصطلحات ثم الخرائط، يعني كمل كامل الفيديو باش تستفاد. عندنا 4 دروس. هذا درس من تبلور الوعي الوطني الى الثوره. الدرس الاول خاص بشعبه ادب وفلسفه وتسيير واقتصاد، رايحين نشرحوه سريعا، وبعد نروحوا للدرس الثاني تاع العمل المسلح ورد فعل الاستعمار، هذا اللي خاص بجميع الشعب. عندنا برك 5 صفحات الفصل الثاني كامل، ورانا رايحين نشرحه من كتاب ليلة الرعد. هذا الكتاب تاع الدروس المختصرة المصطلحات. نبداو الوحدة الثانية، الجزائر ما بين 1945 1989، معروفة بالثورة الجزائرية عند جميع التلاميذ. العنوان الصحيح هو الجزائر ما بين 1945 1989. الدرس الأول من تبلور الوعي الوطني إلى الثورة. ظهور الوعي الوطني إلى الثورة، النضج الوطني. جانا الوعي الوطني ثم جاءت الثورة. لازم تعرف كيفاش جا الوعي، كيفاش جا هذا النضج حتى دانا للثورة. تعرفوا كامل أنه فرنسا دخلت على الجزائر عام 1830. درنا مقاومات باش نخرجوها، والمقاومات هذيك فشلت، المقاومات الشعبية، لأننا على بالنا كانت غير منظمة. حاولنا نخرجوها بأسلوب آخر، واللي هو المقاومات السياسية، المقاومات السلمية، تيارات الحركة الوطنية، التيار الاستقلالي، الإصلاحي، الإدماجي. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية عام 1939، اللي كانت فرنسا طرف في هذه الحرب، كان طرف مع الحلفاء في هذه الحرب، وقريتوها وفي الوحدة الأولى تاع الحرب الباردة، وزيد رايحين لازم تفهموها في الوحدة هذه الثانية، وزيد تفهموها في الوحدة الثالثة حركة التحرر. إن شاء الله راني رايح نرافقكم للنهاية، تفهموا إن شاء الله وتخدموا. الدرس الأول من تبلور الوعي الوطني إلى الثورة فيه 4 عناصر مهمة. فيه مجازر 8 ماي. اكتب معايا، دير كراس واعرف واش راك تقرا، لازمك تكتب معايا باش تعود فاهم. فيه 4 عناصر. الدرس الأول هذا فيه 4 عناصر. مجازر 8 ماي، وفيه القانون الخاص، فيه أزمة حركة انتصار للحريات الديمقراطية، وفيه ظروف قيام الثورة. هذون 4 عناصر مهمة. أما المحطات الرئيسية لاندلاع الثورة، هذو بعض الأسئلة الاستنتاجية. نبدأ. مجازر 8 ماي هذيك فهجات. كانوا عندنا التيارات، التيار الإصلاحي، التيار الاستقلالي، والتيار الإدماجي. يعني عندنا الكثير من التيارات، بس أنا نركز لكم على المهمة. فرنسا 1940 خسرت ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية، جات للجزائر ودات الشعب الجزائري يحارب معاها، وأعطتنا وعد بالاستقلال، قالت أن تنتهي الحرب العالمية الثانية نعطيكم الاستقلال. واعتقلت القادة تاع الأحزاب، مصالي الحاج، فرحات عباس، واعطتنا الوعد تاع الاستقلال، قالت لنا حاربوا معايا، مجرد ما تنتهي الحرب راني راح نمدكم الاستقلال. السؤال الأول يسموه أحداث 8 ماي، نقولوا من الأحسن الأحداث 8 ماي. الأحداث راها فيها المظاهرات وفيها المجازر. المظاهرات اللي داروها الجزائريين، والمجازر اللي ارتكبتها فرنسا. مجازر ارتكبتها فرنسا، والمظاهرات داروها الجزائريين. في السؤال الأول مجازر 8 ماي، أسباب خروج الجزائريين للمظاهرات. هذا السؤال الأول، أسباب خروج الجزائريين للمظاهرات. وش نقولوا له؟ فرحة الجزائريين بنهاية الحرب العالمية الثانية، حاجة طبيعية، الجزائريين ولا غيرهم يفرحوا بنهاية الحرب العالمية الثانية. الجزائريين لأنه فرنسا كانت موعدتنا، والعالم الآخر كانت مأثرة عليهم الحرب، كامل العالم خرج فارح بنهاية الحرب العالمية الثانية. المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين اللي حكينا عليهم، فرحات عباس، مصالي الحاج.
تذكير فرنسا بوعودها تنامي الوعي للشعب الجزائري، ونقدر نقول كذلك فرحة الجزائريين بعودة أبنائهم من جبهات القتال. هذه أسباب خروج الجزائريين للمظاهرات. أما أسباب ارتكاب فرنسا للمجازر وش نقولوا له؟ نقولوا له استرجاع فرنسا لهيبتها، الهيبة نتاعها اللي حطمتها الألمان، حاولت تديرها في الجزائر، ألمانيا حطمتها، هي جاية تحقر في الجزائر. إجهاض أو إسقاط أي محاولة تطالب بالاستقلال. يعني فرنسا هنا راه كانت موجدة روحها، كانت موجدة لهذه المجازر اللي ماتوا فيها حوالي أزيد من 45 ألف شهيد، وكانت رسالة تحذيرية لباقي المستعمرات. يعني يقول لك الهدرة ليك والمعنى لجارك. تمد في رسالة ميساج للمستعمرات الأخرين باش كون ديروا مظاهرات راني راح ندير لكم كما الجزائر. رسالة تحذيرية. نتائج وانعكاسات المجازر: استشهاد أكثر من 45 ألف شهيد، تدمير وتخريب مئات القرى، إغلاق المدارس العربية، وحل الأحزاب، واعتقال القادة. هذا بالنسبة للعنصر الأول مجازر 8 ماي. العنصر الثاني القانون الخاص 1947. وش نحتاجه في القانون هذا الخاص، وعلاش دارت فرنسا هذا القانون الخاص؟ دستور الجزائر اللي كان في 20 سبتمبر 1947. فرنسا بعد ما ارتكبت مجازر ومات فيها أزيد من 45 ألف شهيد، حبت تلمع الصورة نتاعها، لأن الصورة نتاعها الدولية تشوهت. قالت ندير هذا القانون باش نرضي الجزائريين. أسباب الصدور: إرضاء المستوطنين، محاولة فرنسا تفكيك صفوف الحركة الوطنية، تهدئة الأوضاع بعد المجازر، تنامي الوعي الوطني لدى الجزائريين. قلنا من تبلور الوعي، هنا شاف الجزائريين بداو يوعوا، هي دارت هذا القانون. أهم ما جاء فيه، هنا راه فرنسا جات تتكحلها عماتها كما نقولوا بالعامية، ما جاتش ترضي في الجزائريين، هنا جات ترضي في المعمرين المستوطنين. أهم ما جاء فيه البنود نتاعو، أهم النقاط نتاعو: الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، فصل الدين عن الدولة، ودارت برلمان أو مجلس تشريعي فيه 60 عضو، فيه 120 عضو، 60 فرنسي و60 جزائري، والحاكم نتاعهم كامل فرنسي. وقالت اللغة العربية ثانية بعد الفرنسية. ونزيدكم حاجة: هذا القانون كي دارته فرنسا دارته دون علم الجزائريين، حضرت فيه المعمرين فقط. خلاص الجزائريين مش رايحين يقبلوه، خلاص رايحين يرفضوه. ديجا هاي المواقف المختلفة منه، الحركة الوطنية رفضوه لأنه لا يخدم مصالحهم، لأنه وش نقولوا إدماجي، لأنه يخدم المعمرين، لأنه وضع دون علمهم، خلاص لأنه لا يجعل غير عادل، لأنه غير عادل. المعمرين قبول لأنه يخدم مصالحهم، لأنه جعل منهم حكاما، لأنه يخدم المصالح نتاعهم. خلاص بعدها وش تجينا؟ أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية. أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية نحتاج فيها أسباب الأزمة. كما نذكركم وش راني قلت لكم أنه هذا الملخص تراجعوا به، التلاميذ اللي ما قراوش فيه أهم العناصر رؤوس أقلام، تراجعوا به، راه ما فيهش كلش. أنا مسميه ليلة الرعد هذا الكتاب، ليلة الرعد. أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية. الأزمة هذه اللي صارت داخل حركة انتصار الحرية الديمقراطية الحزب، صارت فيه أزمة داخلية حول القيادة. الأزمة هذه حول القيادة. الحزب انقسم إلى ثلاثة. الحزب هذا تاع مصالي الحاج اللي كان يسموه حزب الشعب، بدلوا له اسمه بعد الحرب العالمية الثانية حركة انتصار الحرية الديمقراطية. صارت فيه أزمة حول طرق القيادة. خلاص أسباب الأزمة: اكتشاف المنظمة الخاصة، نفي مصالي الحاج إلى فرنسا، خلافات حول القيادة، وانقسام الحزب. نتائج الأزمة وش نقولوا له؟ أفرزت الأزمة ثلاث تيارات: المصاليون مع القيادة الفردية مصالي الحاج، مركزيون قيادة جماعية، وثوريون. هذول حاولوا لم الشمل بين المركزيون والمصاليون لكنهم لم يستطيعوا، فشلوا، وأسسوا اللجنة الثورية للوحدة والعمل. هذه اللجنة الثورية للوحدة والعمل هي اللي رايحة تحضر للثورة. ظروف قيام الثورة يا جماعة، ظروف قيام الثورة، كاين ظروف محلية، وكاين ظروف إقليمية، وكاين ظروف دولية. المحلية يعني الداخلية: استمرار الوجود الفرنسي، مجازر 8 ماي 45 وآثارها، ضرورة العمل المسلح. أدركنا بضرورة العمل المسلح، اقتنعنا أن فرنسا لا تفهم إلا بلغة السلاح، ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. هذه ظروف محلية خلت ثورة تقوم. ظروف إقليمية: ظروف إقليمية: نجاح الثورة المصرية 52، ظهور الكفاح في تونس والمغرب، واستقلال ليبيا. نقولوا المحلية داخل الحيز الجغرافي الجزائري. الإقليمية الإقليم اللي مسمينا
الدول اللي متأمنة على الحدود نتاعنا. الظروف الدولية يعني العالم كامل، انتشار المد التحرري في العالم، في آسيا، في أمريكا اللاتينية، انهزام فرنسا في معركة بيانتو في 7 ماي 1954، استقلال الهند وباكستان. هذه ظروف دولية. هكذا نكون ادينا لمحة على الدرس الأول، تبلور الوعي الوطني إلى الثورة. درك حنايا في تبلور الوعي وظهور الوعي رانا رايحين للثورة. أهم حاجة هي الثورة، العمل المسلح ورد فعل الاستعمار. في الثورة احنا درنا استراتيجيات وفرنسا دارت استراتيجيات، درنا على المستوى الداخلي ودرنا على المستوى الخارجي. فرنسا كذلك دارت على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. درنا شعبيا وعسكريا ومؤسساتيا، فرنسا كذلك دارت إغرائيا وعسكريا ومؤسساتيا سياسيا. فرنسا كذلك دارت خارجيا. الاستراتيجيات نتاعها كانت هي الأقوى، لكن اللي فازوا وربحوا هما الجزائريين، كانوا أقوى منا بصح حنا ربحناهم ما قدروناش. بعد يدونا المفاوضات. الدرس الثالث، هذا العمل المسلح ورد فعل الاستعمار خاص بجميع الشعب. أول عنصر استراتيجية تنفيذ الثورة داخليا وخارجيا. على المستوى الداخلي شعبيا، هنايا لازمنا نقنعوا الشعب، لازم الشعب يقتنع بالثورة. الشعب هذاك اللي كان خايف من فرنسا بعد المجازر اللي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، الشعب صعيب باش تقنعوا. احنا رانا بدينا بالاستراتيجية الشعبية ونقدر نقولوا توعويا ولا إعلاميا. كيفاش رايحين نقنعوا الشعب؟ التوعية الإعلامية عن طريق البيان، الكتابات الحائطية، الإذاعة، الصحف. التوعية الإعلامية، نوعوا الشعب بالثورة. التكفل بالعائلات الجزائرية، كل ما يخص العائلات من غذاء، مال، أكل. تنظيم الإضرابات والمظاهرات، تنظيم الإضرابات، إضراب 8 أيام، إضراب طلبة. كذلك تأسيس الاتحادات والمنظمات، اتحاد النساء، اتحاد الطلبة، اتحاد العمال. قسمنا شرائح المجتمع، كل شريحة تأثر في الشريحة نتاعها. هذه على المستوى الداخلي شعبيا. على المستوى الداخلي عسكريا، إنشاء جيش التحرير الوطني، جناح العسكري للثورة. تقسيم الجزائر إلى 5 مناطق عسكرية، نشوفوها في الخرائط اللي رانا هدرنا عليهم. في آخر الفيديو نديرهم الخرائط تاع الثورة، ونديروا 15 مصطلح اللي ديما يتكرروا في الثورة، اللي قلت لكم طاحوا أكثر من 16 مرة. هذون هما المصطلحات راح نشرحهم لكم بالتليفون، وإذا حسيتوها ماهيش واضحة ابعثوا لي في الانستغرام بروف محبوس، او الانستغرام تاعي تابعوه بروف محبوس، ونبعث لكم هذه الصورة، ولا تلقوني حاطها في ستوري تاع الانستغرام. وفي الفيسبوك كذلك راح ننشرهم، الأستاذ محبوس للاجتماعيات. اللي ما عندوش انستغرام يروح للفيسبوك، الأستاذ محبوس للاجتماعيات. راح نعطيكم هذو المصطلحات، أهم 15 مصطلح. المصطلح التالي طاح 9 مرات. نرجعوا ورانا. تقسيم الجزائر إلى 5 مناطق عسكرية، الأوراس، الشمال القسنطيني، القبائل، الجزائر، وهران. ودرنا قائد لكل منطقة، واعتماد حرب العصابات، حرب الكر والفر. هذه الاستراتيجية العسكرية اللي دارتها الجزائر، حرب العصابات، أسلوب نصب الكمائن وتجنب المواجهة المباشرة. اضرب واهرب، دير بومبا في قهوة وفجرها، اقتل البوليسي واسرق له سلاحه. تعرفوها حرب العصابات. مؤسساتيا هنا باش نبانو كي شغل رانا دولة، درنا مؤسسات التي ظهرت نتيجة لقرارات مؤتمر الصمام، المجلس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ. المجلس الوطني هذا للثورة يعتبر سلطة تشريعية، يشرع، ولجنة التنسيق والتنفيذ تنفذ. هذا يشرع وهذا تنفذ، باش نبانو وكأننا دولة. مؤسسات، وعندنا مؤسسات. على المستوى الخارجي، تعيين الوفد الخارجي، أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد، محمد خيذر، ومحمد بوضياف. هذا الوفد الخارجي رايحين يشاركوا في المحافل الدولية، رايحين يمثلوا الجزائر، رايحين يعرفوا بالقضية ويكشفوا على جرائم المستعمر وإنشاء الحكومة المؤقتة بالقاهرة 9 سبتمبر 1958. هذه استراتيجيات خارجية. أنا نقصت لكم العناصر وملخص لكم باش تقدروا تحفظوا، واكتبوهم يا جماعة الخير، واحفظوا وراجعوا بهم. ننظر كرد فعل واستراتيجية الاستعمار القضاء على الثورة. على المستوى الداخلي عسكريا، إعلان حالة الطوارئ 3 أفريل 1955. وش معناتها حالة طوارئ يا جماعة؟ عسكرة كل ما هو مدني، وضع السلطات المدنية في يد السلطات العسكرية لفترة معينة. فرنسا دارتها في الجزائر في 3 أفريل 55. إنشاء خطي شال وموريس على الحدود الشرقية والغربية للجزائر لمنع المساعدات وهروب
المجاهدين، خطين مكهربين شال وموريس، وإنشاء المناطق المحرمة والمحتشدات، وزيادة ومضاعفة القوات العسكرية. شوف الاستراتيجية تاع فرنسا كانت قوية جدا. هذا على المستوى الداخلي عسكريا. نشوف درك اقتصاديا وإغرائيا. اقتصاديا وإغرائيا عندنا مشروع جاك سوستال في 15 فبراير 1955. هذا مشروع إغرائي ومشروع قسنطينة. جاك سوستال تقديم الخدمات الاجتماعية، السكن والغذاء. ومشروع قسنطينة في 3 أكتوبر 58 أهدافه المعلنة توفير مناصب شغل للجزائريين وتوفير السكن، توفير السكن ومناصب شغل وأراضي زراعية. الكثير من الامتيازات المعلنة هي الكاذبة، والأهداف الخفية هي الحقيقية. عندها أهداف حابة توصل إليها: خلق طبقة موالية لفرنسا واللي هي القوة الثالثة، طبقة العملاء الخونة، الله لا تربحهم إن شاء الله. خلق طبقة موالية لفرنسا، القوة الثالثة باش تأثر على الشعب الجزائري سياسيا. ها هو الهدف نتاعها، خلق طبقة موالية، هي حققتها في الأهداف السياسية. إنشاء القوة الثالثة، طرح مشروع تقرير المصير، وطرح مشروع سلم الشجعان 23 أكتوبر 1958 وسلم الأبطال. سلم الشجعان تقدر تجيك مصطلح واش تقول له، قولوا مناورة سياسية جاء بها ديغول 58 تقضي بتسليم الثوار للسلاح مقابل العفو. خلاص. على المستوى الخارجي واش درنا احنا؟ عكست، هي ردت علينا. درنا الوفد الخارجي، هي قرصنة الوفد الخارجي، القرصنة الجوية للطائرة 22 أكتوبر 56. المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر. مصر كانت تمد لنا في المساعدات ورفض تدويل القضية الجزائرية. تونس خطي شال وموريس وكانوا جزائريين أو تونسيين عفوا يبعثون في سلاح ويدعموا فينا، قصفت لهم ساقية سيدي يوسف اللي كانوا يدرقوا فيها الثوار في 8 فبراير 58، ولماتوا فيها حوالي 70 شهيد بين جزائري وتونسي. وقمع مظاهرات جزائريين بالخارج 17 أكتوبر 61 في باريس، قمعتهم وقتلت حوالي 70 شهيد ورماتهم في نهر لاسين، نهر السين. هذه على المستوى الخارجي. أنا كملنا الاستراتيجيات الداخلية والخارجية. دركي احنا فرنسا دارت استراتيجيات قوية، احنا درنا استراتيجيات ماهيش لي قال استراتيجيات قوة بصح فرنسا ما قدرتناش. هنا فرنسا كما قدرتناش قالت لنا أرواحوا نتفاوضوا، أرواحوا نقعدوا في طاولة تاع تفاوض نحلوا المشكل نتاعنا. وتغيرت اللهجة تاع فرنسا، اللهجة تاع ديغول الجمهورية الخامسة. الدرس الثالث استعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة. المفاوضات، العنصر الأول. العنصر الثاني ظروف قيام الدولة الجزائرية. العنصر الثالث الاختيارات الكبرى لإعادة بناء دولة جزائرية. التطور السياسي وبناء الدولة الجزائرية. نعطيكم فكرة يا جماعة، هذا الفيديو تقدر تحملوا MP3 وتعود تسمعوا تعود خارج باش ترسخ المعلومات نتاعك. مفهوم؟ المفاوضات، نحتاج أسباب قبول فرنسا للمفاوضات ومراحل المفاوضات، وأهم ما تضمنته مفاوضات إيفيان الثانية 18 مارس 62. المفاوضات يا جماعة، أسباب قبول فرنسا للمفاوضات: فشل المخططات الفرنسية، التفاف الشعب حول الثورة، نجاح ثورة داخليا وخارجيا. المخططات اللي دارتهم فرنسا كامل فشلوا. التفاف الشعب حول الثورة، هذا الشعب تاع الجزائر كامل التف حول الثورة. نجاح ثورة نتاعنا داخليا وخارجيا. تراجع مكانة فرنسا الدولية واعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب الجزائري بتقرير مصيره، وتمردات داخل الجيش الفرنسي. مراحل المفاوضات، عندنا مرحلة الاتصالات السرية ومرحلة المفاوضات الجدية. الاتصالات السرية هذه ما كانش لي يعرفها، كاين بعض المفاوضات اليومية هذا ما كانش يرى على باله بها. 56 أهمها بلغراد والقاهرة وروما. المفاوضات الجدية، المفاوضات السرية هذه يمكن أن نسميها بمرحلة جس النبض. فرنسا راها تستي فينا، تشوف فينا اسكو نعرفوا نتفاوضوا ولا ما نعرفوش، راها تجرب فينا. المفاوضات الجدية هذه الرسمية الحقيقية خلاص الفعلية، أهمها مولان بفرنسا 60، لوزيرن بسويسرا 61، بال بسويسرا 1961، وإيفيان الثانية اللي كانت في 18 مارس 1962. احنا المهمة كامل في هذه المفاوضات هي إيفيان الثانية اللي كانت في 18 مارس 62. أهم ما تضمنته مفاوضات إيفيان الثانية 18 مارس 62. اليوم المفاوضات تفاهمنا الغدوة
وقف إطلاق النار، عيد النصر اللي كل عام نحتفلوا به، وقف إطلاق النار 19 مارس 62. إطلاق جميع المعتقلين اللي كنا نحكوا عليهم، هذو اللي قرصنتهم فرنسا، محمد بوضياف، محمد خيدر، حسين آيت أحمد، أحمد بن بلة، هذو اللي قرصنتهم فرنسا تاع الوفد الخارجي. تأسيس هيئة تنفيذية للمرحلة الانتقالية برئاسة عبد الرحمن فارس. تنظيم استفتاء تقرير المصير في 1 جويلية 1961 هو التصويت بنعم أم لا لاستقلال الجزائر. هذه مراحل المفاوضات. ظروف قيام الدولة الجزائرية، احنا رانا خلاص دينا الاستقلال، نشوفوا الظروف تاع قيام الدولة الجزائرية. عندنا ظروف سياسية وظروف اقتصادية وظروف اجتماعية. يعني الأوضاع كيفاش كانت؟ سهل، هذا أسهل عنصر يا جماعة. شوف الظروف الاجتماعية، استشهاد 1.5 مليون شهيد، شكون اللي ما يعرفهاش يا جماعة؟ ظروف سياسية، توقيع اتفاقية إيفيان الثانية 18 مارس 62، وقف إطلاق النار 19 مارس 62. الأحوال وش راه كاين؟ وقف إطلاق النار والساري المفعول تكوين هيئة تنفيذية ونقص الخبرة السياسية. سياسيا كانت ما عندناش الخبرة السياسية خلاص، لأننا كنا تحت استعمار دولة. الظروف الاقتصادية، غياب الهياكل القاعدية والمرافق العامة، الصناعة كانت استخراجية، التبعية الاقتصادية لفرنسا، وتراكم الديون. الاجتماعية، استشهاد 1.5 مليون شهيد، انتشار ثلث الأسود، ومشكل اللاجئين. هذو يا جماعة ثقافة عامة، هذو الأمور تسقسي لهم واحد جام يقرأ راح يجاوبك. هنا بعد ما كانت هذه الظروف اللي كانت صعبة، ظروف قيام الدولة، لازم نديروا اختيارات فاش الدولة نتاعنا رايحة تعود، اللي كانت في مؤتمر طرابلس. المجال السياسي وش رانا خيرنا؟ إقامة دولة في إطار الحزب الواحد، دولة ديمقراطية، إقامة دولة ديمقراطية، محاربة الاستعمار والإمبريالية يعني الهيمنة. مجال اقتصادي، إقامة دولة. هنا رانا قلنا دولة في إطار الحزب الواحد، معناتها رانا في الشيوعية، رانا مع المعسكر الشرقي. مجال اقتصادي، إقامة دولة تتبع نظام رأسمالي في الاقتصاد، محاربة الاحتكار واتباع سياسة تأميم ثروات، يعني استرجاع ثروات البنوك والمحروقات. خلاص. المجال الاجتماعي والثقافي، مجانية التعليم والعلاج، رانا اليوم هذا الحمد لله. رفع المستوى المعيشي، التمسك باللغة العربية كعنصر أساسي للهوية. طرق التطور السياسي وبناء الدولة الجزائرية، عندنا مراحل تاع رؤساء داخليا وخارجيا. عندنا أحمد بن بلة، فترة حكم أحمد بن بلة، وحكم هواري بومدين، وفترة حكم الشاذلي بن جديد. باختصار شديد يا جماعة راني مادهم لكم. نمد لكم درك الخرائط والمصطلحات وبعد نكملوا الدرس التالي. شوفوا الخرائط، هذه خريطة تاع 1954 تاع المناطق العسكرية للثورة. عندنا 5 مناطق، المنطقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. الأوراس مصطفى بن بولعيد. المنطقة الأولى. المنطقة الثانية شمال قسنطيني ديدوش مراد. الثالثة القبائل كريم بالقاسم. الرابعة ربح بيطاط الجزائر وضواحيها. وخامسة وهران العربي بن مهيدي. هذه الخريطة الأولى، ودير المفتاح واتجاه الشمال والعنوان. الخريطة الثانية، هذه الخريطة الثانية تاع الولايات التاريخية وفقا لمؤتمر الصمام. الولاية السادسة رانا زدناها الصحراء سي الحواس. الولاية الأولى الأوراس، الولاية الثانية شمال قسنطيني، الولاية الثالثة القبائل، الولاية الرابعة الجزائر وضواحيها، الولاية الخامسة وهران. إذا قال لك الولاية التاريخية 56 وفقا لمؤتمر صمام، زيد ولاية سادسة الصحراء. أما المصطلحات، المصطلحات عندنا هذه المصطلحات الأكثر تكرار في البكالوريا: جبهة التحرير الوطني، الثورة التحريرية، المجلس الوطني للثورة، الكفاح المسلح، مؤتمر الصمام، تقرير المصير. إذا كانت ماهيش واضحة بعثوا لي نبعثها لكم باش تطبعوها في الانستغرام بروف محبوس. عندنا سلم الشجعان، حكومة مؤقتة، مخطط شال، وقف إطلاق النار، مفاوضات السيادة الوطنية، مشروع قسنطينة، والعمل الدبلوماسي. الوضعية الرابعة يا جماعة، تأثير الجزائر وإسهامها في حركات التحرر. هذا خاص بشعبة أدب وفلسفة وتسيير واقتصاد برك، العلميين واللغات ما يقراوهاش. وكما تفاهمنا الفيديو جاي ان شاء الله نديرو جغرافيا في فيديو واحد الفصل الثاني. دير اشتراك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك الفيديو. مبادئ السياسة الخارجية للجزائر: التنسيق بين السياسة الداخلية والخارجية، السيادة في اتخاذ القرارات، عدم الانحياز للأحلاف الدولية، ومساندة القضايا العادلة. مجالات العمل تاع الجزائر بعد الاستقلال: دور الجزائر في هيئة الأمم المتحدة، ودور الجزائر في حركة عدم الانحياز، وإسهامات الجزائر في حركة التحرر، القضية الفلسطينية وحركة التحرر. هذا ملخص تاع ليلة الرعد،
التلاميذ اللي ما يقراوش يراجعوا منه وكتبوه في الكراس، وربي يوفقكم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.